السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده اول يوم ننزل فيه الجبل، وده اول تدريب لبويكا في ارض التدريب الجديدة، فهنتابع مع بعض وهنشوف الاستجابة عاملة ايه. يلا بينا. طبعا هنا الاستجابة كانت جميلة جدا، ودي حاجة حلوة لان طبعا تغيير ارض التدريب بالنسبة للطير الاستجابة ما بتكونش احسن حاجة. Wake up! Hey! Wake up! Wake up! Hey! Wake up! Wake up! Hey! Wake up! Hey! Hey! طبعا زي ما انتم شايفين هنا ضعفنا المسافة، وعشان كده الاستجابة ما كانتش احسن حاجة، ولكن برضو موضوع الاستجابة ده بيرجع لان احنا غيرنا ارض التدريب، فده طبيعي برضو. لا رجع عشان ما يقعدش يلف وشه. اي ابو فارس بميل بقى، بميل. ايوه كده، امسك كويس. ماشي. Wake up! Wake up! Wake up! Hey! Wake up! Hey! Wake up! خلي بالك انه يستجيب كده حلو قوي قوي في اول يوم ان احنا نيجي ننزل الجبل. Wake up! Hey! Wake up! وطبعا هنا كانت المفاجأة، بويكا مرضيش يتحرك من مكانه وفضل مؤخر جامد لحد ما استجاب، وده يرجع لان تغيير المكان ولان وزن الطير عالي. ومش بس كده، زي ما هتشوفوا دلوقتي بويكا هيحاول يهرب من ابو فارس. امسك بس عادي ما تشدش. ايوه يطلع. امسك السوق وارفع. طبعا ما يئسناش وقلنا هنحاول مرة تانية ونشوف بويكا، يمكن دي غلطة في التدريب ويمكن نكمل تدريب ويظبط، ولكن للأسف زي ما هتشوفوا دلوقتي حاول يهرب للمرة التانية. ايوه Wake up! Wake up! Wake up! Hey! Up! اقفش يا كوكو. عادي. طبعا بعد تاني محاولة للهرب وقفنا تدريب خالص، وقلنا نصوم اليوم ده وما كملناش التدريب ولا كملنا تأكيل بويكا. وتاني يوم بدأنا ندرب في أرض تدريب قريبة من البيت لحد ما وزن بويكا يظبط، وبعدين ننزل الجبل تاني. بص، وزن بويكا نزل والحمد لله. الاستجابة كانت جميلة جدا زي ما انتم شايفين، وجاب مسافة كبيرة، وإن شاء الله نظبط الوزن أكتر من كده وننزل الجبل تاني ونعمل شغل عالي فيه بإذن الله المرة الجاية. لا كده زي الفل. سيبه ياكل بقى، سيبه ياكلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.